عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا نايم بخير. النهارده هعمل لكم فيديو جديد. النهارده هقول لكم ايه الفرق ما بين كلمه كونسيست وانكلود وكونتين. طبعا قبل ما نبدا الفيديو مش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس علشان اي فيديو جديد انزله يوصل لكم اشعارته. يلا بينا عشان نبدا الفيديو. consist of معناها يتكون من، وشرط اساسي ان يجي معاها حرف of. لازم يجي معاها of، ما ينفعش consist لوحدها من غير of. تمام، فلازم اقول consist of يتكون من، ودي معناها يتكون من. ودايما بذكر كل اجزاء او كل مكونات الحاجه اللي بتكلم عنها، زي مثلا the flat consists of 2 rooms a hall a kitchen and bathroom. يعني انا بقول ان الشقه هي بتتكون من، وذكرت كل حاجه مكونه في الشقه. يعني انا قلت انها بتتكون من حجرتين وصاله ومطبخ وحمام. هو انا سبت حاجه؟ لا، انا كده قلت كل مكونات الشقه. طيب انا بقول حاجه واقول كل مكوناتها، طبعا غالبا بتلاقوهم عددهم كبير لاني بقول كل المكونات. تمام، فلما consist of دايما بتيجي مع الحاجه بمكوناتها كلها، بذكر كل مكونات الحاجه ما بسيبش حاجه. كلمه contain بقى معناها يحتوي على. تمام، وبرده بذكر مكونات بس اخرها 2. يعني تمام، يعني حاجه 2 بكبرها قوي. ومن معناها يحتوي على، يعني حاجه جوه حاجه دايما كده. كلمه contain مثلا لو قلت ان كوبايه مثلا او الفنجان بيحتوي مثلا على شاي، تمام، فالشاي جوه الفنجان. تمام، حاجه جوه حاجه يبقى contain على طول. لو قلت the bag contains some paper، يعني بيقول ان الشنطه بتحتوي على بعض الاوراق. طب مش هي الاوراق دي جوه الشنطه؟ جواها، خلاص ما دام حاجه جوه حاجه على طول يبقى contain. وزي ما قلت لكم مش بذكر كل مكونات الحاجه. يعني انا ما ذكرتش الشنطه وقلت فيها قلم وورق ومش عارفه ايه، لا انا قلت حاجه واحده بس. فدايما ما بقولش كل المكونات زي كلمه consist of. تمام، ودايما حاجه جوه حاجه يبقى contain على طول. كلمه include بقى، الكلمه دي معناها يشتمل على او يتضمن، بيساوي كلمه involve. تمام، طيب include معناها يشتمل على او يتضمن، برضو بقول مكونات بس حاجه معنويه ومش حاجه جوه حاجه. تمام، لا عادي معناها يشتمل على او يتضمن، بس غالبا بتيجي مع الحاجات المعنويه. لو قلت the book includes مثلا a lot of information، يعني بقول ان الكتاب ده بيحتوي على الكثير من المعلومات. تمام، فالمعلومات دي هي جوه الكتاب بس حاجه معنويه. طالما حاجه معنويه بختار على طول include. لو قلت كمان the bill includes the tax، يعني bill هنا يعني ايه؟ bill هنا مع الفاتوره. تمام، BILL معناها فاتوره، لكن BELL معناها جرس. تمام، فانا بقول ان الفاتوره بتحتوي على تاكس. يعني ايه تاكس؟ يعني ضريبه. تمام، فهي حاجه معنويه. او انا ينفع يعني هو الضريبه جوه الفاتوره، يعني ينفع امسكها؟ لا، هي مش حاجه جوه حاجه، وفي نفس الوقت برضو هي مش حاجه وبذكر مكوناتها كلها، لا، فتبقى على طول include لان حاجه معنويه include. بس كده ده الفيديو النهارده. يا رب الفيديو يكون خلص، يا رب قصدي الفيديو يكون عجبكم. ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان اي فيديو جديد انزله يوصلكم اشعار على طول. وسلام.